للاشتراك في القناة المرجو الضغط على الزر الأحمر أسفل الفيديو سابوني والضغط على الجرس جانبه للتوصل بجديد فيديوهاتنا، ولا تنسوا دعمنا بلايك للتشجيع على المزيد من الفيديوهات، وشكرا لكم. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. كي دايرين؟ لاباس عليكم بخير؟ الفيديو تاع اليوم غادي يكون حول هاد دونتيفريس اورال بي اللي بزاف المرات تطلب عندي من طرف المتابعين في القناه. غادي نهضروا على المكونات ديالو، كل مكون على حده شنو هما الفوائد ديالو والاضرار ديالو، وغادي نهضر لكم على التجربه ديالي معاه في نهايه الفيديو. بالنسبه للمكونات ديال هذا المعجون الاسنان غادي تلقاوهم هنايا في الجنب ديال معجون الاسنان. ها هما لي زانغريديون هنايا. غادي نهضر على تقريبا 80% الاولى ديال المكونات، لانه المكونات كيرتبوهم على حسب النسبه ديالهم في المنتوج. يعني اول مكون جا اول ماده جات في القائمه ديال المكونات جات الاولى، يعني النسبه ديالها كتكون كثيره في هذا المنتوج هذا، واخر ماده كتجي في اخر القائمه ديال المكونات فالنسبه ديالها كتكون ضئيله الى منتوج. بالنسبه لاول مكون في هذا المنتوج هذا دونتيفريس اورال بي، المكون الاول فيه هو لاكوا اللي هو الماء. بالنسبه للثمن بعدا ديال هذا الدونتيفريس ومكان البيع ديالو غادي نقول كلشي دوك المعلومات في نهايه الفيديو. دابا غادي نبداو هو الاول بالمكونات. بالنسبه لاول مكون هو لاكوا اللي هو عباره على الماء اللي تيكون هو الاول في القائمه ديال المكونات وتعتبر ضروري وهو ماشي ضار. المكون الثاني اللي كاين هو سوربيتول. هاد سوربيتول هذا اولا الجلوسيتول هو نفسه اللي كاين في دونتيفريس سيلماغا. غادي تلقاوه في المأكولات الغذائيه اولا في المنتوجات الغذائيه مكتوب رمز E420. هاد الماده عباره على واحد الماده اللي كتكون بلوريه بيضاء مثبته عديمه الرائحه مع طعم لطيف وحلو. ممكن تعوض بالسكر لانها اصلا هاد الماده هذه كتعطى الناس اللي عندهم مرض السكري، يعني بلاصه ما ياخذوا السكر كياخذوا هاد الماده هذه. والوظيفه ديالها في هاد المنتج هذا هي اطاله عمر المنتج. للاشتراك بالقناة المرجو الضغط على الزر الأحمر سابوني والضغط على الجرس جانبه للتوصل بجديد فيديوهاتنا، وشكرا لكم. المادة الثالثة اللي في هذا المنتوج هذا هي إضغاث دو سيليكا. هاد الماده هذه هي واحد الشكل من اشكال ثنائي اكسيد السيليكون، ولكن ملي كيتخلط مع الماء، ملي كيذوب مع الماء كيولي كيتحول لحمض السيليسيك. هو ضار فقط الى تزاد التركيز ديالو في الجسم بواحد النسبه اللي هي كبيره. يعني شي واحد الا وصل الى كثر فيه شي واحد وصل ل 5 غرام، يعني الجسم ديالو ولات شي 5 غرام من هاد الماده هذه تقدر تسبب ليه تلف في الانسجه ديال الجسم. والجسم بصفه عامه كيحتاج فقط غير من 5 ل 10 ملغ ماشي الغرام. الماده الرابعه اللي في هذا المنتوج هذا هي صوديوم لوريل سلفات. هذه الماده هذه هي عباره عن رغوه، هي نفسها اللي فايت اللي هضرت لكم عليها في لي شامبوانات اللي خايبين اللي تيكونوا ضارين تتكون فيهم هاد الماده هذه. كون ما كانتش في هاد الدونتيفريس وكون ما كتكون وكون ما كيديروهاش في الشامبوان غادي يكون شامبوان الرغوه ديالو قليله اولا ما فيهش رغوه. الوجود ديالها تيكون ضار فقط في الشامبوانات لانها كتسبب في جفاف الشعر وبالتالي كتكون القشره في الفروه ديال الراس. اما بالنسبه لمعجون الاسنان ما فيهاش ضرر. الماده الخامسه اللي فيه هي اغوما اللي هي عباره على نكهه، كيديروها باش يعطيو واحد النكهه واحد المذاق زوين للدونتيفريس. الماده السادسه اللي فيه هي سيلوز غام. هذه الماده هذه ممكن تلقاوها في بعض المنتوجات مكتوبه ب E466. هذه الماده عباره عن واحد المسحوق ابيض اصفر فاتح عديم الرائحه، ما عندوش طعم وغير سام. واحد الملاحظه، هذه الماده هذه كتبغي تستهلك بمجرد فتح المنتوج، يعني كيخصك تستهلكها باسرع وقت ممكن. داكشي علاش بعض لي دونتيفريس كتلقاي فيهم لداخل واحد السداده كتكون لداخل ديال المنتوج. غنوريها لكم. كيديروا فيها هاد السداده هادي بحال هكا، واحد الكارت بحال هكا باش ما يتحلش، بحيث لانه بمجرد ما كيتحل بحال هاد الماده اللي فيه بمجرد ما تحليه كيخصك تستعمليه، يعني ما يطولش عندك مده طويله. هذا هو المشكل علاش
علاش كيديروا فيه هذيك ضروري تستهلك المنتج من بعد 6 شهور بعد الفتح او 3 شهور بعد الفتح على حسب كل منتج. الوظيفه ديال هذه الماده هذه هي مزج المكونات وزياده تماسكها. السبعه اللي فيه هي سيترات دو زنك. هذه الماده هذه الوظيفه ديالها هي تقويه المينا هي الطبقه الخارجيه ديال السنه، وكتحمي ايضا اللثه، وايضا كتخفف من الحساسيه ديال الاسنان. بالنسبه للحساسيه ديال الاسنان هي الناس اللي كيشربوا مثلا شي حاجه بارده كضرهم، شي حاجه سخونه شويه كضرهم، يعني اي حاجه كيشربوها كتبقى كتضرهم في اسنانهم، يعني عندهم حساسيه ديال الاسنان، وهذه الماده هذه كتخفف من الحساسيه ديال الاسنان. الماده التاسعه اللي فيه هي كوندرويس باودر، اللي هي الطحلب الاحمر اللي كيكون كينبت في القاع ديال البحر او لا على السواحل الامريكيه والاوروبيه من المحيط الاطلسي. هي ماده غير سامه، ماده غير سامه. اصلا هي ماده عباره على الطحلب، ماده طبيعيه. استخدامها امن جدا. كيزيدوها في لي دونتيفريس غير باش تزيد من التماسك ديال المنتوج، لانها كتزيد من التماسك ديال المنتوج دون الضرر بالجسم. الماده العاشره اللي فيه هي صوديوم ساكارين. هذه عباره على تحليه اصطناعيه على شكل املاح وهي غير سامه. الماده الحادي عشر اللي فيه اللي هي صوديوم فلورايد. هاد الصوديوم فلورايد هي واحد الماده كتقوي الاسنان وكتوقيها من التسوس، سامه فقط اذا استعملها الانسان بتركيز اللي هو عالي، وهما اصلا ما كيحطوهاش في لي دونتيفريس بتركيز عالي، كيحطوها بواحد التركيز ضعيف وقليل جدا اللي ما يقدرش يضر الانسان في الجسم ديالو. الماده الثانيه عشر اللي فيه اللي هي مكتوبه كاتبينها هنايا على شكل سي اي 778 91. هاد الماده تقدروا تلقاوها مكتوبه بهذا الشكل هذا، تلقاوها مكتوبه باسم تيتانيوم ديوكسيد، او لا تقدروا تلقاوها مكتوبه ب 171. هاد الماده هذه كنا لقيناها في الماسك الفحم الاسود، وكنا لقيناها ايضا واحد ليكرون سولير، لان كيديروا هاد الماده حتى في واقيات الشمس. هي عباره على واحد النوع من الصبغه بيضاء، يعني كتعطينا واحد اللون للمنتوج اللي هو ابيض، وكتستعمل في واقيات الشمس ولا في لي زيكرون ديال الشمس، لان عندها واحد الخصائص ديال الوقايه من الشمس، يعني كتمنع الاشعه فوق البنفسجيه. كتستخدم ايضا في تلوين الاطعمه. في الاطعمه غادي تلقاوها مكتوبه برمز او 171 برمز اختصاري، ولكن ماشي جميع الأطعمة، فقط الأطعمة اللي كتحتاج إلى تلوين بالأبيض بحال الدقيق، ومهم أي طعام اللي كيحتاج إلى تلون بالأبيض. غير ضارة إلا كانت النسبة ديالها قليلة كتكون غير ضارة، ولكن إلا استعملها الإنسان هذا الشيء على حسب الدراسات اللي تأكدت مؤخرا أنها تقدر، ماشي كل شيء أكدت الدراسات، فقط بعض العلماء أكدوا على أنها تقدر تولي مضرة إذا استعملها الإنسان على المدى الطويل، لأنها كتحتوي على جزيئات النانو. المادة الثالث عشر اللي فيه هي إيدروكسيتيل سيلولوز، اللي هي واحد المستحلب مثبت كيتحكم في لزوجة المكونات مع بعضها، وهي غير سامة. المادة الأخيرة اللي فيه هي صوديوم سيترات. هاد صوديوم سيترات تقدروا تلقاوها مكتوبة باختصار ب 331. هاد او 331 او صوديوم سيترات هي نوع من الملح، كتعتبر مادة حافظة، يعني كيساعد في إطالة عمر المنتوج، كتعدل من حموضة المنتوج، وأيضا ديك الرائحة ديال المكونات الأخرى كتحاول أنها تخفيها، كتولي ديك رائحة المكونات خفيفة، كتخفف من ديك الرائحة، وأيضا كتحيد الترسبات حول الأسنان وكتمنع تكون طبقة البلاك. بلاد أورال بي كومبليت، أي دونتيفريس أو معجون أسنان كتلقاو مكتوبة فيه كومبليت، فهو كيعالج اللثة والأسنان وأي حاجة، كل شيء قاع داك المشاكل اللي كيكونوا في الفم كيعالجهم، يعني كيعالج اللثة، كيعالج تسوس الأسنان، كيحيد الرائحة الكريهة من الفم. هو هذا النوع هذا كيليق حتى الأطفال فوق 6 سنوات يقدروا يستعملوه، تحت من 6 سنين ما يقدروش يستعملوه، فقط غير فوق من 6 سنين.
ايضا الا ما لقيتوش فيه هذا الغطاء اللي لداخل اللي هو هذا غطاء معدني على هذا الشكل هذا، الا ما لقيتوش كاين فيه بلا ما تاخذوه، لان اما كيكون مزور اما كيكون شي حد فاتحو ديجا وهو فيه واحد الماده وهو فيه واحد الماده اللي هضرت عليها ديجا في المكونات. هذيك الماده الا مشات تفتح المنتوج كيخصك تستعمليها في الاشهر التاليه، يعني ما خصهاش تعطل. بالنسبه للثمن ديالو في البارافارماسي، بالنسبه للثمن ديالو في البارافارماسي غادي تلقاوه ب 25 درهم في البارافارماسي، ولكن الا خديتوه من لا فارماسي غادي تقدروا تاخذوه ب 60 درهم او اكثر، لان دائما الثمن في لا فارماسي كيكون مرتفع بالمقارنه مع البارافارماسي، واخا نفس المنتوج ونفس المكونات وكل شيء. كنتمنى يكون الفيديو عجبكم واستفدتوا منه بزاف. الا كان شي واحد اللي عنده تجربه مع هذا المعجون الاسنان يكتب لينا التجربه ديالو في التعليقات باش يستافدوا منها ناس اخرين، وكنتمنى انكم تبارطاجيو لا فيديو في مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك واتساب تويتر باش يستافدوا منها اكبر عدد من الناس وتوصلوا المعلومه لاكبر عدد من الناس. وما تنساوش تضغطوا على زر لايك اسفل الفيديو او الجيم اسفل الفيديو باش تشجعوني. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.